ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله الفيديو ده هيكون فيديو اساسيات الريسيرش، وان شاء الله بعد الفيديو ده انتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تتوغلوا قوي في الريسيرش عامه، لان انتوا كده كده هتتعلموا كل حاجه لوحدكم. بس ده مجرد يعني ايه اللي هو فيديو بيديكوا دفعه وبيفهمكم انتوا ماشيين ازاي بالظبط. عن طريق الفيديو ده انتوا هتكونوا عارفين او مغطيين برضو ايه معظم التوبكس اللي انتوا هتحتاجوها وانتوا شغالين على البروجكت بتاعكم كويس. فيلا بينا نخش على التوبكس بتاعت الفيديو. بالنسبه للتوبكس عندنا وات از ريسيرش وريسيرش كويستشن وريسيرش ميثودولوجي والليترشر ريفيو والريدنج بيبر، وهنا جوه دي برضو في هنا كذا توبيك، وجوه الليترشر ريفيو برضو في كذا توبيك. تمام. نخش بقى على اول توبيك عندنا اللي هو وات از ريسيرش. بالراحه. انت مثلا دلوقتي في مثلا سؤال في دماغك. يا عم انت دلوقتي عاوز تعرف مثلا برشلونه كسبت كام النهارده. تمام. فانت هل انت يعني بتتنبأ ولا بتخش تسال؟ بتخش تسال جوجل اللي هو تكتب برشلونه كسبت كام النهارده بس. فهو ده انت كده عملت ريسيرش. بس ده اللي هو ريسيرش عبيط قوي، يعني انت فعلا انت ما عملتش حاجه، انت بس ده مجرد سؤال جه في دماغك وانت عشان تجاوب على السؤال ده انت رحت لجوجل. صح بس كده. فدلوقتي بقى ايه هو الريسيرش اللي هو الساينتفك ريسيرش؟ الساينتفك ريسيرش ده اللي هو بيبقى مبني على اساس علمي، او بيبقى سؤال في دماغك وانت عاوز تجاوبه عن طريق الريسيرش. ازاي بقى؟ اللي هو دلوقتي انت عندك سؤال في دماغك اللي هو هل مثلا دلوقتي قله النوم بتاثر على الاكاديميك بيرفورمانس بتاع الطلاب؟ اه او لا، ما انا ما اعرفش. فدلوقتي احنا عن طريق الريسيرش احنا هنحدد هل فعلا بيأثر على الطلاب ولا لا. فمثلا دلوقتي انت قرأت ريسيرش بيبر. الريسيرش بيبر دي مثلا فيها ريزلت. وهم جابوا جروبين من الطلاب، مثلا 5 طلاب بيناموا كويس قوي وبيذاكروا كويس قوي، و5 طلاب يعني بيذاكروا وبرده بس ما بيناموش حلو. يعني 5 طلاب نومهم حلو قوي، و5 طلاب نومهم وحش وبيسهروا بقى ومش عارف ايه، وبيشربوا بقى كافيين وايه وحاجات كتير ايه بتأثر على نومهم. تمام. فدلوقتي انت بعد ما قرات الريسيرش بيبر دي جت الريزلتس ان هو مثلا دخل خلاص، يعني دخلوهم امتحانات، والجروب مثلا اللي كان بينام كويس جاب درجات اعلى، والجروب اللي مثلا اللي بينام وحش على الرغم ان هو كان بيذاكر بنفس عدد الساعات ونفس الافشنسي بتاعه الجروب اللي هو كان بينام كويس، بس هم درجاتهم قلت بسبب مثلا قله النوم. فخلاص انت سؤال جه في دماغك عن طريق الريسيرش اللي هو بمعنى اصح ساينتفك ريسيرش، وان انت مشيت على ميثودولوجيا معينه قدرت ان انت تجاوب على السؤال ده. تمام. ده تعريف الريسيرش. في برضه حاجه تانية، انت مثلا دلوقتي الريسيرش ده برضه ممكن يستخدم ان هو اداه ان انت مثلا ان انت تسيف بيبلز لايف. اللي هو ازاي؟ مثلا دلوقتي في ديفايس سعره غالي جدا مثلا ب 6000 دولار، اللي هو عامه فكره مشروع يعني ان هو مثلا في ديفايس ب 6000 دولار وهو مش متوفر في كل المستشفيات، وخاصه مثلا ان احنا لو جينا على الدول اللي هو الفقيره قوي، يعني صعب قوي ان هو يفرض مثلا سعر قد كده مثلا في المستشفى او مستوصف او حاجه زي كده. فدلوقتي ازاي ان احنا عن طريق الريسيرش ان احنا نعمل جهاز يكون اقل في السعر وافوردبل، وفي نفس الوقت برضه ايه ان هو يقدر ان هو يشخص بنفس الافشنسي. فدي ايه دي وظيفه الريسيرش، ان انت سؤال في دماغك بتمشي على ميثودولوجيا معينه وبتشوف مثلا برايس سوليوشنز، وخلاص انت عملت كل ايه ميثودولوجي. فخلاص انت تبتدي تطبق بقى الريسيرش اللي على ارض الواقع اللي انت عملته. بس كده ده ايه تعريف بسيط قوي عن الريسيرش. نخش بقى على تاني توبك بتاعنا اللي هو ريسيرش كويشن. انا اصلا في السلايد اللي فاتت شرحت ايه هو ريسيرش كويشن، وقلت ان هو ده السؤال اللي بيجي في دماغك في الاول خالص، وعن طريق السؤال ده انت بقى ايه بتبتدي ان انت تمشي على الميثودولوجي بتاعت الريسيرش بتاعك. صح. فهو بالظبط ده هو نفس الكلام. فهو بيبقى السؤال اللي بيجي في دماغك او مثلا سؤال انت عاوز تعرف اجابته، فعن طريق انت الميثودولوجي بتاعت الريسيرش بتاعك انت ايه بتهدف ان انت بقى ايه تجاوب على السؤال ده بس. فدلوقتي بقى ايه الريسيرش كويشن؟ طبعا هو مش اي سؤال بيجي في دماغك، فلازم السؤال يعني لازم يبقى فيه اصلا مميزات معينه للكويشن اللي بيجي في دماغك. ان هو اول حاجه لازم ان هو يكون فوكس وسبيسيفيك. بمعنى يعني مثلا دلوقتي هو هوصلك حاجه بسيطه جدا. دلوقتي انت مثلا فتحت محل، مطعم. هل انت اول ما تفتح حتى انت معاك راس مال كبير تمام، بس هل انت اول ما تفتح هتفتح 10 فروع مره واحده ولا تفتح فرع واحد؟ لازم تفتح فرع واحد على الاقل عشان تعرف ايه يعني تدرس اصلا الناس شايفه الاكل عامل ازاي. تمام. في عيوب اصلا في المطعم ولا لا، في مشاكل اداريه ولا لا. تمام. يعني الدنيا لما تبقى يعني هو مثلا دلوقتي في الفرع الواحد ده انت عرفت كل مثلا المشاكل، وعرفت برضو ايه العيوب وراء الناس، فعرفت تهندل الدنيا. فخلاص هندلت انت الدنيا كلها وصلحت كل المشاكل والعيوب، توسع بقى براحتك بس. فالمفروض بقى ان السيكويشن ان هو يكون مركز على حاجه معينه انت عاوز تحلها، مش مثلا يكون مركز على يعني هو حل المشكله دي ودي 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 وفي الاخر انت اصلا هتوه مش هتعرف تعمل اي حاجه. تمام. تاني حاجه بقى ايه هي البيربس والسيجنيفيكانس، اللي هو يعني الغرض من المشروع او الغرض عامه من الكويشن ده والاهميه بتاعته. يعني برضه ما تفكرش في حاجه ما يبقاش ليها لازمه او ان انت هي لو اتطبقت ما حدش يستفاد بيها. تمام. يعني المفروض ان هو لما تيجي تعمل حاجه زي كده فعلا الناس تستفاد منها. تالت حاجه معانا stability وميجرابيلتي، اللي هو ان هو يكون قابل ان انت تطلع منه ريزلتس، وفي نفس الوقت برضه قادر ان انك تعمله تيست. يعني بمعنى يعني ما تجيش مثلا تعمل
مثلا يجي ريسيرش كويشن مثلا في دماغك ان انت تعمل بوابه للسفر عبر الزمن. طب هل انت هتعرف انك تطلع منها ريزلتس؟ لا. هل انت هتعرف انك تعملها تيست؟ لا. هل انت هتعرف تنفذها؟ لا. طب ده مش ريسيرش كويشن يعني، ده عادي، دي يعني حرفيا حاجه مالهاش لازمه، مش هتعرف تتعمل صح. فالمفروض دلوقتي الريسيرش كويشن بتاعك ان هو يعرف ان هو فعلا يتطبق. فايه معلش هنا ريكاب سريع بقى، اللي هو يكون ليه هدف معين سبيسيفيك، ريسيرشابل زي ما انا قلت ان انت تقدر انك تبحث عليه، مش تعمل بوابات سفر بيه عبر الزمن. اللي هو برده كلير اند كونسايز، برده ان هو ما يبقاش ايه في اكتر من حاجه معينه، لا ان هو يكون مركز على حاجه معينه. واخر حاجه معانا كونكتد تو جابس، يعني غرض منه ان هو مثلا ان السؤال ده لما انت تيجي تجاوب عليه، او ان اصلا السؤال بتاعك يجاوب على حاجات لسه ما جاوبتش لسه بس. يعني هنا برضو اكزامبل، هنا اكزامبل كوريكت وين كوريكت، اللي هو why do people use social media. يعني فين برضو الريسيرش كويشن، يعني انت سألت سؤال عادي جدا، ممكن مثلا حد يجاوبك يقول لك ان هو عشان مثلا يتواصل مع اصدقائه، عشان مثلا يتفرج على ريلز، يعمل اي حاجه. تمام. لكن الكوريكت ان هو how does daily social media use affect the academic performance of university students. تمام. اللي هو ده خلاص، ده سؤال سبيسيفيك. تمام. researchable clear and concise و connected to gaps. فهمتوا اللي هو دلوقتي ازاي السوشيال ميديا بتافكت اكاديميك بيرفورمانس بتاع طلاب الجامعات، مش شرط جامعات يعني، حتى الثانوي والله مش فارقه. بس فاهم حاجه ان انتوا الريسيرش كويشن بيغطي الاربع نقط دول بس. نيجي بقى ايه على تالت توبيك معانا اللي هو ريسيرش ميثودولوجي. احنا عندنا اكتر من حاجه، اللي هو conduct annual observation و start research و conduct hypothesis و start experiments and test و analyze results و draw conclusions. انت المفروض الميثودولوجي اللي انت بتمشي عليها بتبقى عباره عن ايه؟ ان انت اول حاجه انت بتختار توبيك. التوبيك ده انت مثلا بتختار ان انت تتكلم عن مثلا امراض القلب زي مشروعنا. تعمل بقى ايه باك جراوند ريسيرش، اللي هو انت مثلا حابب ان انت تشتغل على امراض القلب في ان انت تعمل لها كشف. تمام. فباك جراوند ريسيرش ان انت بقى ايه بتبتدي اصلا تشوف بيتعمل لها كشف ازاي اصلا، وايه هي الطرق اللي بيتعمل لها بيها كشف، وفي نفس الوقت برضه هل في امراض لسه ما اكتشفوهاش مثلا في القلب كده. فانت بتعمل باك جراوند ريسيرش ان انت بتحس ان انت يكون عندك خلفيه للحاجه اللي انت داخل عليها. تمام. بعد كده بتريفاين يور توبيك، اللي هو انت بتبتدي ان انت زي ما قلت لك ان انت بتبتدي انك تبقى سبيسيفيك اكتر. بمعنى ان هو انت امراض القلب بتتكون مثلا من 1000 حاجه. تمام. وانت هتشتغل مثلا على 100 منهم، فخلاص انت لغيت 900، وانت ال 100 دول انت مركز قوي عليهم، ان الريسك كويشن بتاعك هيحل ال 100 دول. تمام. هو 100 كبير قوي يعني، خلاص يعني خليها 10 حاجات وانت هتحل حاجه واحده، مثلا 10 امراض وانت هتحل مرض واحد، او انت هتعمل جهاز بيديتكت مرض واحد. تمام. فخلاص يعني انت كان عندك 10، انت خليتها حاجه واحده بس، فانت كده انت بتنارو داون الحاجات اللي انت عاوز انك تعمل فيها انفستيجيشن. تمام. بعد كده بتعمل ريسيرش كويشن بتاعك، اللي هو المرض بتاعك ده اللي انت حددته، اللي انت عاوز تعمله ديتكشن. تبتدي تشوف الصعوبات مثلا ان هو بتواجهه، ان هو الاجهزه بتاعه الكشف بتاعته غاليه جدا وصعبه قوي ان هي تبقى تتوفر في مستشفيات فقيره. فازاي ان انا دلوقتي اعمل جهاز باي موديل، والجهاز ده يقدر ان هو يكشف الامراض بتاعه القلب دي او مرض القلب ده، وفي نفس الوقت برضه يبقى رخيص. خلاص انت عملت الريسيرش كويشن بتاعك. بعد كده بقى انت بتبتدي ان انت خلاص بتخش بقى في مرحله الميثودولوجي الحقيقيه بتاعه الريسيرش، ان انت خلاص انت بتشوف البرايت سوليوشنز اللي انت هتمشي عليها، وبعد كده انت بتشوف مثلا مميزات والعيوب بتاعه البرايت سوليوشنز دي. وبعد كده بقى ايه انت بتشوف انت الاي اي موديلز اللي اتعملت قبل كده بالاكيوريسيز والسنسيتيفيتيز مثلا بتاعتها. وبعد كده بقى ايه انت بتخلص البروتايب بتاعك، وبتشوف الريزلتس بتاعت البروجكت بتاعك فعلا هل هو فعلا حقق الاهداف اللي انت عاوز توصل لها ولا لا، هل هي انجينيرنج جولز وهكذا. بس وبعد كده انت تحقق البروجكت بتاعك على ارض الواقع بس. في بقى حاجه عندنا برضو بيشرحها لنا في الكتاب لما احنا كنا في سنه اولى، اللي هو الاي بي ستيبس، اللي هو انجينيرنج ديزاين بروسيس. اللي هو انت بتديفاين ذا بروبلم، اللي هو انت في مشكله في دماغك او عامه المشكله اللي هو مثلا في ستيمول واحد مثلا بيعاني من مرض القلب ومش عارف ايه وهكذا. بعد كده بتدوب باك جراوند ريسيرش زي ما انا قلت، وسبيسيفيك ريكويرمنتس، اللي هو ان انت بتنارو داون الحاجه اللي انت عاوز انك تشتغل عليها. بعد كده برين ستورم وايفالويت، اللي هو انت خلاص انت حددت مثلا انك تشتغل عليه، فتبتدي ان انت بتبرين ستورم. يعني برين ستورم اللي هو انت بتبتدي تعصر دماغك عشان تطلع منها افكار بس. وبعد كده انت بقى بتعمل بروتوتايب وبتطلع ريزلتس وبتعمل تيست للسوليوشنز. وبعد كده بقى ايه بتبتدي ان انت تحط حاجه مهمه قوي اسمها سوليوشن ريكويرمنتس. تمام. اللي هو الريكويرمنتس دي اللي هي معناها ايه دي مثلا جولز انت مش عايز ان انت تخرج براها. اللي هو بمعنى دلوقتي انا عايز الجهاز بتاعي ما يعديش $150، عايز الجهاز بتاعي يطلع اكيرسي اعلى من 90%، عايز الجهاز بتاعي يديتكت المرض في خلال دقيقه. تمام. دي ريكويرمنتس انت حطيتها.
بعد ما انت بتعمل تيست للسوليوشن بتاعك بتتاكد ان انت جهازك حقق فعلا كل الريكويرمنتس اللي انت حطيتها. هل هو جاب اكيرسي اعلى من 90%؟ اه. هل هو حقق ديتكشن في اقل من دقيقه؟ اه. بعد كده هل هو مثلا السعر بتاعه اقل من 150 دولار؟ اه. خلاص انت الجهاز بتاعك طلع ريزلت سليمه، حقق الديزاين ريكويرمنت بتاعه، فخلاص انت جهازك شغال 100%، والريسيرش بتاعك يعني ايه ماشي، والريسيرش بتاعك ماشي على ميثودولوجي سليمه، فخلاص انت كده ايه، في السليم يعني. نخش بقى على حاجه كمان جوه الثيرد توبيك اللي هي الهايبوثيسيس. ايه هي الهايبوثيسيس؟ الهايبوثيسيس دي بتبقى عباره عن حاجه او ريزلت انت عايز توصل لها، بس دي عن طريق الريسيرش كويشن بتاعك، او هي بتعتمد على الريسيرش كويشن بتاعك. يعني هفهمها لكم بشكل ادق. هنا عندنا فورمات الهايبوثيسيس اللي هي if independent variable then independent variable. اول حاجه يعني ايه independent ويعني ايه independent؟ اول حاجه variable اصلا معناها متغير، تمام، وهنا independent معناها حاجه يعني مش بتعتمد غير على نفسها، تمام، وديبندنت هنا حاجه بتعتمد على حاجه كمان. عندنا هنا مثال الجراف ده يعني هفهمها لكم عن طريق الجراف ده. احنا هنا مثلا عندنا هنا اكس اكسس واي اكسس. الاكس اكسس جواه هنا تايم، وده اندبندنت فاريبل، وعندنا هنا الديستانس ده بيبقى اندبندنت فاريبل موجود في الواي اكسس، تمام. يعني ده ديستانس تايم جراف، تمام. يعني ايه بقى هنا اندبندنت فاريبل؟ هفهمها لكم دلوقتي. انا مثلا دلوقتي التايم شغال بس انا ما بتحركش. هل عشان انا ما بتحركش التايم هيقف؟ لا، ما ملوش علاقه، التايم ملوش علاقه بان هو الديستانس يتحرك ولا لا. انت نايم صاحي بتعمل اي حاجه في حياتك، التايم هيكمل ومش هيقف، وكده كده مش هيقف، تمام. لكن انت مثلا دلوقتي الديبندنت فاريبل بتاعك اللي هو الديستانس، انت بتقول ان انا طول ما انا ماشي والتايم شغال الديستانس بتاعتي بتزيد. لكن هل ينفع مثلا دلوقتي اقلل الديستانس بتاعي لما التايم يقل؟ لا، يعني اصل كده كده التايم مش هيتعكس. فهو انت برضو لما تيجي تقف مكانك التايم مش هيتاثر. فهو طول ما انت ماشي التايم ملوش دعوه. ده الاندبندنت فاريبل اللي هو بيبقى ملوش دعوه بالتاني. لكن ده ليه علاقه بالتاني. يعني ليه علاقه بالتاني ازاي؟ اللي هو طول ما انت ماشي كل ما التايم هيزيد، لكن اول ما انت تقف التايم كده كده هيزيد برضه، مفيش يعني التايم مش هيقل، ملهاش علاقه. بس يعني هنا مثلا عندنا اكزامبل، يعني هنا مثلا دلوقتي لو الطلاب بيناموا اقل من 6 ساعات في الليل، فمعنى كده ايه؟ ان الاكاديميك بيرفورمانس بتاعهم هيقل. بس هو ده اللي انا قصدي عليه يعني. هي دي الهايبوثيسيس عامه. بس فهنا عندنا نوعين هايبوثيسيس، اللي هو النال هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس. اللي هو هنا ما عندناش هنا اللي اسمه فيكتور ديفرنس. يعني هنا ما فيش علاقه واضحه ما بين السليب والجي بي اي، تمام. يعني مثلا دلوقتي مش لما انت اول لما انت تنام الجي بي اي بتاعك هيزيد، ولا اول لما انت تنام الجي بي اي بتاعك هيقل. هنا ما فيش هنا اي علاقه. لكن هنا في علاقه بيبقى امتى؟ ان هو ان السليب القليل مرتبط بيه اللي هو جي بي اي بس. فهمتوا؟ الجي بي اي عامه ده بيبقى يعني مش عارف اشرح لكم ازاي، بس هو عامه اعتبرها جريد، تمام، او درجات، تمام. يعني الجي بي اي ده بيبقى نظام موجود في الجامعات ونظام ستيم يعني، فايه فهو اعتبرها درجات وخلاص. ان هنا ان النوم القليل بيبقى مرتبط بالدرجات بس. فهمتوا؟ نخش بقى ايه على صلب البرزنتيشن، او اصلا صلب الفيديو ده كله، اللي هو الليترشر ريفيو، اللي هو اصلا فيه اكتر من حاجه. عندنا هنا في الليترشر ريفيو عندنا الريسيرش سورسز. هنا عندنا جورنالز، ويب سايتس، وبوكس، وعندنا وير تو سيرش، جوجل سكولر، وساينس دايركت، واي تريبل اي، وام دي بي اي، واصلا في جورنالات كتير قوي انت تقدر انك تبحث فيها يعني. بس دلوقتي بقى ايه، خلينا نفهمكم كل حاجه. اول حاجه بس يعني قبل ما اخش اشرح لكم التفاصيل، جوجل سكولر جواه كل اصلا، يعني هو بيبقى جواه اصلا كل الجورنالز التانيه، تمام. هو اصلا موقع متكامل. انت لما تيجي مثلا تبحث عن حاجه ممكن يجي لك جورنال، او مثلا ممكن يجي لك ريسيرش بيبر من جورنال ساينس دايركت، اي تي بي اي، ام دي بي اي، من غير مثلا ما تخش على الجورنال بعينه وتبحث فيه، تمام. فهو ده احسن حاجه انك تبحث فيها عامه يعني. لكن انت مثلا لو انت عايز تجيب بيبر معينه من جورنال معينه، تمام، فخلاص انت بتبحث في الجورنال ده بعينه. دلوقتي يا جماعه نخش على شرح جوجل سكولر. هنا نكتب هنا عادي في السيرش انجن جوجل سكولر، ونخش هنا على اول لينك. دلوقتي احنا عندنا حرفيا ملايين البيبرز احنا نقدر ان احنا نسرش عليها. فمثلا دلوقتي احنا عاوزين نسرش عن الهيلث افكتس مثلا اوف اير بوليوشن. هيقابلنا اكتر من بيبر، او يعني حرفيا ملايين البيبرز هنا، في كتير قوي. لو دخلت مثلا على هنا 10 ولسه هيبقى في تاني اكتر، دخلت 14 هيبقى في اكتر، لان اصلا في بيبرز هتلاقيها من 1900 وشويه. ففي كميه حاجات نزلت على الموجة ده كتير جدا يعني. في نفس الوقت برضه كنت حابب اكد على معلومه، ان اصلا انا قلت في البرزنتيشن ان في جورنالز مثلا زي ساينس دايركت او اي تريبل اي تقدر انك تبحث عليهم بشكل منفرد، لكن اصلا جوجل سكولر بيبقى اصلا في كل الجورنالز دي جواه، تمام. يلا بقى ايه، جينا نخش عادي ان احنا نشرح عادي الموقع اللي احنا هنستخدمه ازاي. يعني انا مثلا دلوقتي انا كنت عاوز اعرف الهيلث افكتس بتاعت الاير بوليوشن، وعاوز ان انا اجيب ريسيرش بيثبت ان فعلا في هيلث افكتس للاير بوليوشن. فخلاص انا لقيت الجورنال ده،
فبيفتحه عادي، لقيت هنا ماشي تمام هو بفلوس. وزي ما قلت لكم هنا ان ساينس دايركت بيبقى جوه جوجل سكولر عادي. نسيب البيبر دي بعدين واعرفكم ازاي انك تفتح بيبر بفلوس. تمام، سوري يعني خليها هنا اهو كده بس كده. نحاول ان احنا مثلا نجيب بيبر تانية. البيبر دي برضه فلوس الحظ ده. نجيب مثلا البيبر دي هنا، دي غالبا تبقى مفتوحة عادي اهو. هنا نجيب مثلا البي دي اف بتاع البيبر دي، وايه خلاص البيبر عادي ببلاش عادي اكسبت الكوكيز. باي هيبقى بفلوس. خلاص هنا البيبر دي عادي 34 ورقة، ابستراكت وانترودكشن وكل حاجة حرفيا تخص اي بيبر. بس فانت بعد ما تتأكد ان البيبر دي هي دي فيها التوبيك اللي انت عايزه، خلاص انت بتحمل البيبر عادي وبتيجي انك تقراها بس. انا عايز برضو افهمكم على حاجة تانية مهمة جدا. لازم تتأكد المعلومات بتاعتك اب تو ديت. بمعنى الحاجات دي كلها اصلا هتشرح في اخر الفيديو، بس برضو ايه بديكوا يعني نبذة عن المستقبل. يعني ان هو ان هو ايه ان البيبر دي اصلا من 2008 او ببلشت 2008. البيبر دي مبلشها 2004، دي 1993. انتوا متخيلين يعني حرفيا ممكن اللي يكون نزلها مات اصلا. فالبيبر دي قديمة جدا. فهو المفروض دلوقتي ان انت لما تيجي تجيب بيبر المفروض البيبر دي تكون جديدة، بمعنى ان هو مثلا تكون في رينج 2020 لحد 2025. فهنا مثلا دلوقتي احنا عايزين هنا في رينج 2025 ل 2020. نعمل هنا سيرش خلاص. عندنا مثلا بيبر دي 2020، بيبر دي 2022، بيبر دي 2020. عايزين مثلا حاجة 2025، فهنقعد هنا مثلا نروح مثلا هنا دي 2022 برضو. احنا مثلا لو عايزين هنا 2025 بعينها هنلاقي كل بيبرز هتبقى 2025 بس كده. نيجي بقى الحاجة اللي انا قلت لكم ان انا كنت عاوز اقول لكم عليها، ان احنا ازاي مثلا بيبر بفلوس نقدر ان احنا نفتحها. البيبر دي اللي بتبقى بفلوس مش شرط ان هي تفتح كل مره بالبرنامج اللي انا هقول لكم عليه، او قصدي الموقع اللي انا هقول لكم عليه، لان هي اوقات اوقات لا. فانت اسم الموقع عامه اللي هو ساي هاب. انت بتضغط هنا عادي، هنا بتفتحه وبتاخد هنا اللينك ده وتعمل له هنا بيست. هنا تضغط هنا على اوبن، ان شاء الله تفتح يعني عامه. وفعلا البيبر الحمد لله اسمها اشتغلت عادي مع انها بفلوس، وقدرنا ان احنا ناخد اكسس على البيبر دي بس كده. فهو الموقع اوقات بيشتغل واوقات لا، بس فهو الحمد لله اشتغل معانا المره دي. بس كده. في برضه حاجه كمان كنت عاوز اقول لكم عليها. انواع السورسز اللي انت ممكن انك تبحث عليها. عندك 3 انواع غالبا مفيش رابع. يعني عندك الجورنالز اللي هو الريسيرش بيبرز، عندك الكتب، وعندك برضه المواقع. بالنسبه للجورنالز اللي هو الريسيرش بيبرز، انت هنا بتفتح عادي ايه ريسيرش بيبر، بتاخد البي دي اف بتاعها يجي لك عليه كل البيبر بس. بالنسبه للكتب فعادي انت ممكن مثلا تبحث عن معلومه او عن حاجه يجيب لك كتاب شارح المعلومه دي والتفاصيل. وعندك برضو المواقع. مثلا عندك هنا موقع منظمة الصحة العالمية، تقدر انك تجيب منها معلومات. مش شرط موقع بس، يعني في كده كده اصلا موقع ممكن تقابلك عادي وانت بتسرش هنا جوه سيرش انجن اصلا بتاع جوجل سكولر يعني. فبس كده. نخش بقى دلوقتي يا جماعه على حاجه مهمه جدا 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 يعني في الريسيرش بتاعك، اللي هي البلاجيريزم. هو مصطلح غريب قوي، ممكن غالبكم اصلا ما يكونش عارف يعني ايه بلاجيريزم. بس دلوقتي ايه في الفيديو ده والاكزامبلز برضه اللي هوريها لكم ان شاء الله تكونوا فاهمين كل حاجه. ايه هو البلاجيريزم والاكزامبلز وليه هو اصلا مشكله وازاي انك تتجنبه. اول حاجه ايه هو البلاجيريزم؟ ده ان انت بتستخدم حاجات شخص تاني من غير ما تستأذنه، وبرضه في نفس الوقت برضه من غير ما انت يعني ايه تديله الكريدت بتاعه، اللي هو انت ما ذكرتوش مثلا ان هو اللي كتب الحاجات دي. لا، انت خدت الحاجات دي كوبي بيست كده وايه وحطيتها عندك مثلا في البحث. فانت كده زي حرفيا انت كده سرقته. تمام. دي سرقه علميه، ان انت سرقت الكونتنت بتاعه، مثلا سرقت الريسيرش بتاعه وخدته كوبي بيست وحطيته عندك. حتى كمان لما انت ايه خدته منه برضه انت ما اديتوش كريدت، او قلت مثلا دلوقتي ان الشخص ده هو اللي كتب الحاجه دي. تمام، هو ده البلاجيريزم. فالاكزامبلز ان انت بتاخد هنا كوبينج تكست من سورسز من غير سايتيشن، وان انت برضه تعمل بارافريز للحاجه من غير ما يكون في اكنولجمنت. الاكنولجمنت دي ان انت بتشكر مثلا الشخص، او ان انت بتدي كريدت للشخص ان هو كتب الحاجه دي. ان انت برضو ان انت تعمل سبميت للشغل بتاعك على اساس ان هو شغلك انت، او ان انت برضو تستخدم كونتنت اي اي جنريتد من غير برضو ما انت تعمل اتريبيوشن، ان انت برضو ايه ان انت تعدل عليه انت اصلا. وفيلينج تو انكلود كوتيشن ماركس فور دايركت كودز، ان انت مثلا دلوقتي انت استخدمت كود والكود ده بتاع شخص تاني، فالمفروض ان انت الكود ده الطبيعي ان انت تحطه ما بين كوتيشن مارك. فانت ما حطيتش ما بين كوتيشن مارك، فكده انت استخدمته وسط كلامك عادي وده اصلا بتاع شخص تاني. بس فانت كده حرفيا سرقته بس. ليه بقى البلاجيريزم بقى بروبلم؟ لان هي حاجه غير اخلاقيه عامه، وبرضه في نفس الوقت برضه هي بتعادي، او ان هي بتاثر على الاكاديميك بروفيشنال انتجريتي بتاعتك، اللي هو بمعنى ممكن تنقص درجات بسببها عادي في الريسيرش بتاعك. بس ازاي بقى ان انت تتجنبه؟ ان انت اول حاجه ان انت تعمل سيتيشن للسورسز بتاعتك، ان انت
تعمل برضو بارفريز للحاجات انت هتستخدمها، وطبعا برضو ان انت تديله كريدت، وان انت برضو تستخدم تشيكرز ان تتاكد برضو ان الكونتنت حتى لما انت عملت له بارفريز ان هو لسه في نسبه بلاجيريزم قليله. وبرضو لما انت تحس ان انت يعني برضو لما انت تحس انك هتقع في شك البلاجيريزم، اعمل ريفرنس، يعني اعمل سايتيشن بس كده. دلوقتي بقى هوريكم اكزامبل حقيقي للبلاجيريزم. دلوقتي انا فتحت ريسيرش بيبر عادي، ودلوقتي مثلا عاوز اكتب في البوستر بتاعي الكلام ده. خلاص انا هاخد الكلام ده كده كله عادي واحطه في البوستر بتاعي، اعتبر ان الكلام ده البوستر بتاعي. تمام. اول حاجه دلوقتي انا دخلت على هنا بلاجيريزم ديتكتور دوت نت عادي، ده برنامج او ده موقع بيعمل تشيك للبلاجيريزم. عملت هنا بيست، عملت هنا تشيك. تمام. هنا هينزل بص. دلوقتي بقى البرنامج هنا بدأ عندي في البروسيسنج للكونتنت اللي هو ده، واشوف دلوقتي هو فيه قد ايه نسبه بلاجيريزم. ودلوقتي انتوا هتتفاجئوا عامه بالنسبه، يعني هتلاقيها يا 100% يا 95%، حاجه من الاثنين يعني. وبرضه في نفس الوقت برضه اختصار للوقت اهو، يعني 95% بلاجيريزم. انتوا متخيلين يعني ايه؟ يعني 5% يونيك، وانا اصلا حاجه مفيش حاجه اصلا حاجه كتبتها بايدي، وهنا الباقي كله بلاجيريزم. المفروض اصلا نسبه البلاجيريزم تبقى على الاقل 1%، او 3% ده بحد اقصى غالبا يعني، و3% اصلا برضه غير محبذ يعني. اختصارا برضو للوقت انا عملت هنا جبت هنا اداه بارافريز، عملت هنا بارافريز، وهنا هاخد الكلام ده برضو عشان اوريك برضو ان البارافريز لوحده مش كفايه، المفروض ان انت تعمل برضو كريدت للشخص. حتى هي في نسبه بلاجيريزم كبيره حتى لما انت تعمل بارافريز، بس هتقل، بس هتبقى برضو ستيل كبيره. تمام. يعني استنى بس هنا لما يخلص نقفل بس الموقع ده، نقفل برضو البيبر دي، وهنا هي جاب 100% عادي في البروسيسنج. هتلاقي دلوقتي ان هي قلت بقى ليه 58% ولا 26%. 26% برضه بلاجيريزم ده كبير قوي يا جماعه، فهمتوا؟ لازم على الاقل حتى تبقى 1% او 2% عادي. ومثلا دلوقتي تحط مثلا انتاج السيتيشن مش عارف ايه كده عشان تثبت ان البيبر دي او قصدي تثبت ان الكلام ده انت مش جايبه من نفسك يعني، او ان هو برضو ما تكونش سرقت الكلام ده. بس فاتمنى انكم تكونوا فهمتوا عن المثال ده. نخش بقى دلوقتي يا جماعه على اهم حاجه حرفيا في الريسيرش بتاعك، السيتيشن. انا السيتيشن برضو شرحته قبل كده في الفيديو بتاع ازاي تجيب فكره ايسي، بس ما كانش بالتفصيل قوي. تمام. بس دلوقتي برضه هشرحها بالتفصيل، وان شاء الله تكونوا تفهموا يعني كل حاجه في الموضوع بتاع السيتيشن عامه. اول حاجه ايه هو السيتيشن، وايه هو البيربس بتاعه والتايبس والديفرنسز بين ذم، وازاي انك تسايت ديفرنت سورسز. تمام. اول حاجه ايه هو السيتيشن. السيتيشن ده عكس البلاجيريزم. البلاجيريزم ان انت بتاخد كونتنت بتاع شخص وانت بتنسبه ليك، لا السيتيشن بقى بيعمل العكس، ان انت بتاخد الكونتنت بتاع شخص وانت بتنسبه للشخص بتاعه. يعني انت مثلا بتعمل سيتيشن ان انت بتثبت ان الحاجه دي انت جايبها من البيبر دي بتاعت الشخص كذا والجورنال كذا وهكذا وهكذا. بس فالسيتيشن ده هو بيبقى ايه، المفتاح اللي بيخليك ما تقعش في مشكله البرجرز. تمام. ايه هو البرجرز بتاعه؟ عارفين ايه هو البرجرز بتاعه؟ ان انت بتدي كريدت او ان انت بتعمل اكنولج للشخص او الاوريجينال كريتور بتاع البيبر دي مثلا، وافويدنج بلاجيريزم زي ما انا قلت. بعد كده قال له فيريفيكيشن اللي هو لما الريدر مثلا او لما شخص مثلا يتشيك السورس بتاعك يتاكد ان هو فعلا الحاجه دي انت جايبها من اوريجينال سورسز مش ان انت مخترعها من دماغك. وبرده في نفس الوقت برده بيثرنس كريديبيليتي اللي هو فعلا بيوريك ان يعني بيثبت ان الشغل بتاعك فعلا ماشي على منهجيه صحيحه في الساينتفك ريسيرش يعني، بس مش الحاجات دي اللي هو انت كاتبها في دماغك انت قاعد فاضي وانت كاتب حاجه بس، لا انت فعلا الكلام المعلومات اللي انت جايبها دي كلها انت جايبها من سورسز موثوق فيها. بس هو ده السيتيشن بشكل مختصر يعني. عندنا هنا برضو انواع كتير للسيتيشن، عندنا هنا الاي بي اي والام ال اي والشيجاك والهارفارد والاي تريبل اي، بس اللي احنا بنستخدمه الاي بي اي 7 سيتيشن. والسيتيشن ده عامه احنا بنجيبه عادي من جوجل سكولر. انت اشرحها لكم بس دقيقه. انا هنا مثلا دلوقتي دخلت على جوجل سكولر، هنا كتبت ان هيلث افكتس اوف بوليوشن، عايز اجيب هنا السيتيشن بتاعه اهو. بس عندنا هنا الام ال اي والاي بي اي والشيجاك ومش عارف ايه وهكذا. فهنا عندنا الاي بي اي اخده هنا زي ما هو كده حرفيا كوبي بيست واحطه ايه عندي في البوستر بتاعي، او مثلا في البورتفوليو او اي حاجه عامه يعني لو كاب مثلا. فهمتوا؟ بس هي دي الطريقه حرفيا يعني. بس احنا بنستخدم الاي بي اي 7 زي ما قلت لكم. تمام. عندنا بقى differences between them، انت مش يعني انت مش مجبر انك تعرفهم، بس يعني هو معمول اكتر من نوع. انت لو حابب انت ترست ان انت تقرا ما بين الاختلافات اللي ما بينهم اقراها عادي، انا بصراحه مش شرط ان انا اشرحها لان انت كده كده مش هتستخدمهم يعني، بس او انت ما حدش يسالك عليهم يعني بس.
بالنسبه بقى انك ازاي انك تعمل سيتيشن للديفرنت سورسز اللي هو جورنالز والبوك والويب سايتس ومش عارف ايه. فهنا في طريقه مانيوالي وفي طريقه اي اي جنريتد، او ان هو بتخلي تول هي اللي تعمل لك السيتيشن. هنا بالنسبه مثلا للكتاب انت بتحط هنا الاوثر او الاوثرز عامه، الرير اوف بابليكيشن والتايتل اوف ذا بوك والاديشن اللي هو مثلا اللي هو ده اول اديشن ليه وثاني اديشن ليه وثالث اديشن ليه والببلشر. بس فهنا اهو هنا عندنا هنا الاوثر والرير اوف بابليكيشن، وهنا التايتل وده الاديشن بتاعه، وهنا دي الببلشر. بس الببلشر دي اللي هو غالبا الجورنال اللي بتبقى ببلشت فيه يعني، او المكان اللي هي ببلشت فيه. تمام. في هنا حاجه معينه بس انا عايز اقول لكم عليها، ان هنا جنب اسم الاوثر في هنا ليتر. تمام. اللي هو حرف الاي، وممكن يبقى في حرف بي وحرف سي كمان. ده معنى ايه؟ ده معناه ان دلوقتي ان الادام جنب الاوثر دي في لو نفس الاوثر عمل اكتر من جورنال في نفس السنه، بيتحط جنب كل سنه في الجورنال بتاعته. مثلا هنا الكتاب ده ايه، لكن هو مثلا معنى كده ان هو عمل جورنال تانية مثلا بحث تاني بس ريسيرش بيبر، وهيتكتب جنب مثلا السنه دي 2024 بي. فهمتوا؟ فده معناه دلوقتي ان هو عمل ببلش لاكتر من ريسيرش يعني. بس بعدين هنا بقى ريسيرش بيبر، هنا تقدر انك تقراها عادي، وتقدر انك تكتبها عادي مانوالي بايدك. وبعدين هنا الويب سايت، وحاجه مهمه قوي 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 قوي، انت ما تنساش انك تمنشن الديت بتاع المعلومه اللي انت جبتها منه. لان طبيعي ان انت مثلا دلوقتي انت جبت معلومه من وورلد هيلث اورجانيزيشن عن مثلا عدد الكانسر الموجوده في العالم كله. نفرض مثلا النهارده ان هم كانوا 60 مليون و15 الف. تمام. بكره بقى 60 مليون و16 الف. تمام. فهمتوا؟ فهو كل يوم النتيجه بتتغير، او كل يوم الستاتستكس، ان كل يوم الاحصائيات بتتغير. فهمتوا؟ فلازم ان انت تكتب هنا الاوثر. راح فين الموضوع؟ راح هنا تكتب هنا الاوثر، وهنا التاريخ والوقت اللي هو اليوم بالظبط. بس الاداه بقى اللي هي تقدر ان هي تعمل ده كله، اللي هي وكمان بتعمل اي بي اي 7 برضو، اللي هو الكويل بوت سيتيشن جنريتور. هنا نضغط هنا على اللينك عادي. بعدين هنا هو ده الموقع اهو. نفرض مثلا فتحت البيبر دي، هنا اللينك الدي او اي بتاعها فين؟ ممكن ان انا اجيبه اصلا من البي دي اف نفسه اهو. افتحه هنا اهو، الاقي هنا ايه لينك دي او اي هنا اهو. بس واخده نحطه هنا اهو، في بس الشيل دي كده تعمل هنا سايت. نقفل دي ونقفل دي، وهو هيعمل دلوقتي ايه السيتيشن لوحده. وهنقارن السيتيشن اللي هيطلع من هنا، الاي بي اي اللي هيطلع من هنا، الاي بي اللي هيطلع من هنا. طبعا النت لازم يبقى ليه رأي تاني يعني. اهو ده السيتيشن اللي طالع. السيتيشن مفيش اي اختلاف. فهمتوا؟ بس كده. طبعا انا هديك طبعا الانتيك السيتيشن ليه كمان. وهنا في هنا اختلاف بسيط اللي هو الدي او اي. تمام. الدي او اي ده المفروض ان انت بتشيله عامه يعني. هنا انا عملت له هنا كوبي، المفروض ان انت الدي او اي ده انت بتشيله. بس كده. بس لان هو اصلا كده كده مش موجود في جوجل سكولر يعني. بس فانت هشيله وخلاص. بس يعني هو ده الموضوع، وهي دي الاداه اللي انت تقدر تستخدمها في ان انت تجيب يعني او انك تعمل سيتيشن. بس كده كده اصلا جوجل سكولر يعني فيه سيتيشن. انت سواء مثلا هنا كتبت هنا بوك مثلا عشان يجيب لي كتب، هنا راح فين؟ عايز هنا كتاب كتاب كتاب، ما لقيتش كتاب. بس خلاص يعني انت هنا هتلاقي هنا ايه الاي بي اي، وتجيب السيتيشن بتاعك على طول جاهز يعني مره واحده. بس كده. نيجي برضو جزء مهم جدا اللي هو ازاي انك تقرا البيبر. خلاص انت ربنا كرمك ولقيت البيبر اللي انت عايزها. ازاي بقى تتاكد فعلا ان هي دي البيبر اللي انت خلاص ان انت هتعتمد عليها، وان انت هتعملها سيتيشن وتاخد منها معلومات بقى ومش عارف ايه وكده. انت هتخش هنا على جوجل سكولر عادي. خلينا نرجع هنا خطوه لورا، ومثلا نجيب الجورنال ده. تمام. هنا في دي اف، وادام جاب هنا في دي اف في ساينس دايركت، معناها كده ان البيبر دي ببلاش يعني. خليكم عارفين. اول حاجه عشان تتاكد ان البيبر دي فعلا دي البيبر اللي انت عايزها، ودي البيبر المستهدفه خلاص، ان انت بتقرا الابستراكت. الابستراكت دي بيبقى فيها ملخص كل حاجه موجوده في البيبر. انا شرحت قبل كده ابستراكت في يعني في فيديو اسف، مش عاوز ان انا اطول، فتقدر انك ترجع وتشوف عادي. بس هو اختصارا دلوقتي يعني ان الابستراكت بيبقى فيها كل حاجه، ريزلتس ميثودولوجي مش عارف ايه وهكذا. فانت لما انت بتقرا انت بتفهم دلوقتي البيبر دي كلها فيها ايه يعني. 12 صفحه دول متلخصين هنا في الكام سطر دول. بس فهو لما انت بتقرا هتعرف ان البيبر فيها ايه بالظبط، الريزلتس وكل حاجه. تمام. ازاي بقى انك تقرا البيبر؟ اول حاجه انت بتعدي تعليق بسيط على الابستراكت. طبعا اول حاجه تقرا الانترودكشن، يعني بتبص هنا، بص على الانترودكشن هنا، بتقرا بصه سريعه. وهنا بتشوف بقى ايه الميثودولوجي والريزلتس وهكذا. انه حرفيا بتبص بصه سريعه، لقيت البيبر دي فعلا يعني كويسه، وعن طريق فيجرز برضه، في فيجرز كتير برضه يعني
دي برضه زياده تاكيد فعلا ان هي الريزلتس بتاعتها كويسه. تبتدي خلاص انك تحمل البيبر وتقراها بقى ايه واحده واحده وتفصصها واحده واحده. بس دي الميثودولوجيا السليمه. نرجع هنا تاني. هنا اول حاجه الكويك اوفر فيو، هنا بعد كده اندرستاندينج كور كونتنت، بعد كده ايه ديب بيبر اناليسيس. بس كده. نيجي بقى اخر حاجه بقى معانا في السيشن اللي هي الكراب ميثود. كراب اللي هو يعني كابوريا، فاعتبروها ان هي كابوريا، بس هي بتبقى ايه معتبر يعني ميثود بتتاكد فعلا ان الريسيرش بتاعك فعلا كويس. بمعنى اول حاجه الكرنسي، اللي هو الانفورميشن دي مش اب تو ديت خالص، يعني حرفيا ممكن يكون اصلا اللي عملها اللي عمل الببلش دي مات يعني، فاهمني؟ فاللي هو دي معناه ان هي قديمه جدا. تاني حاجه الريليفنس، اللي هي هل هي ريليتد بالريسيرش كويشن بتاعك ولا لا. الاوثوريتي اللي هو مين عمل الاوثر والسورس والببلشر، يعني مين عمل الحاجات دي كلها. وبعد كده الاكيورسي، هل فعلا دلوقتي او الحاجات المعلومات اللي جواها دي فعلا سبورتد باي ايفيدنس ولا لا، اللي هو جواها ريزلتس وكده يعني. والبيربس اللي هو دلوقتي الريسيرش ده اصلا ايه الفايده بتاعته. بس كده. اخيرا احنا خلصنا. فشكرا لكم على المشاهده، واتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا. ولو حد عنده اي تعليق يقدر ان هو يسيب في الكومنت تحت، وطبعا يعني لو حد عجبه الكونتنت بتاع الشانل يقدر ان هو يشترك. لو حد عنده اي سؤال يقدر ان هو يسيب في الكومنت، او برضه ان هو يعني يخش على جروب الواتس بتاعنا ويسال عادي وهنجاوب عليه. وبس كده، سلام.